بيفكر فيكي بس بيعاني كتير جدا. عايز يرجع بس عنده محبط. عنده حد على طول واقف عندك في الطاقة، مش عايزه يرجع ليكي تاني رغم ان احساسه ليكي قوي جدا. بيفكر ان انتوا تبدأوا طاقة جديدة، حب جديد، كلام جديد. بينه وبين نفسه بيحاول ان هو يرجع للطاقة دي تاني، بس خايف من ردة فعل الأهل أو الأصدقاء أو طرف تالت عنده في الطاقة، لأنه هو على طول بيفكر في أمور كتيرة جدا، عايز يظبطها أو عايز يخليها أمور للأحسن معاكي. هتتحقق أمنياتكم مع بعض، وهيبقى في بينك وبين الشخص ده رجوع تاني. استقبلي الطاقة. لو وصلتي لحد هنا في القراية فانت حسيتي ان في رسالة وفي طاقة مهمة جدا ليكي النهاردة. اعملي متابعة، فعلي زر الجرس واستقبلي القراية. النهاردة هتكون عن الشريك وايه نواياه وبيفكر فيك ازاي. طاقة سحر عندكم او حد بيباصص ليكم جدا، طاقة حسد، طاقة سحر. في حد بيحاول يفرق بينك وبين الشريك دوت، وبيحاول طول الوقت يوقع بينكم. في كلام اتقال عنك مش حقيقي، وسمعتي انت كمان كلام عن الشريك مش حقيقي. احساسكم ان الكلام ده مش حقيقي وصلكم بس بعد ما خدتوا قرار ان انتوا تسيبوا بعض، او الشريك خد قرار ان انتوا تبعدوا. سمعتوا من اطراف كتير كلام كتير، صدقتوا في الاول لكن من جواكم ما كنتوش عايزين تصدقوا. طاقة السحر بتأثر عليكم. طاقة السحر والحسد عليكي انتي والشريك بتأثر على العلاقة دي، بتخلي ان العلاقة مش ماشية صح، وبتخلي ان احساس الشريك بيكي مش في محله. تفكيره ليكي غير اللي هو بيقوله، بيبينلك ان هو مش مهتم. في كمان طاقة بلوك، عملك بلوك او سابك او اتخلى عنك. بس انا عايزة اقولك ان طاقة الشريك حزين جدا عليكي، او حزين على الخطوة اللي هو خدها معاكي. احنا هنا بنتكلم على طاقة شخص غصب عنه خد خطوة ان هو يسيب العلاقة ويمشي. غصب عنه الشريك دوت ما سابش العلاقة برضاه. الشريك دوت من طاقة السحر او من طاقة الحسد اللي كانت عليه اضطر ان هو يسيبك او يتخلى عنه عشان هو حزين جدا عليك. عندكم رجوع، عندكم أمنية، عندكم حياة جديدة، عندكم حب جديد هيبدأ يظهر لكم. طاقة الحسد هنفعل النهاردة طاقة الرجوع وطاقة الحب، وهتبدأي قصة جديدة بينك وبين الشريك. لأن الطاقة بتقولك النهاردة إن الشريك ده رغم إن هو باين على طول إن هو بيتجاهلك، عاملك بلوك، ما بيكلمكيش، إلا إن هو عنده طاقة حب غريبة، عنده أمنية ليكي، وبيحضر على فكرة نفسه، لا إما بيحضر في رسالة، لا إما بيحضر لمكالمة ليكي الفترة اللي جاية. استقبلي الطاقة عشان دي طاقة مهمة جدا ليكي، هتغير كل اللي جاي في طاقة الشريك. انت كمان هتتغيري في المشاعر، لان انت هتكتشفي حاجة. عندك اكتشاف وعندك امور وعندك طاقة حب. طاقة حب وطاقة غرام بينك وبين الشريك ما كانتش موجودة قبل كده. هتطلعي حد سلبي من حياتك، وهتبدأي تعرفي مين الناس اللي بتحبك ومين الناس اللي لازم يمشوا من حياتك. لأن الطاقة هنا بتقول في توازن كويس جدا 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 جاي ليكي الفترة اللي جاية. لو انتي سمعتيني النهاردة ده مش فيديو بالصدفة، دي رسالة واقعية من التاروت بيأكد لك ان طاقة الشخص دوت لسه بيحبك. تأثيره وكلامه والحاجات اللي هو بيعملها اللي انت مستغرباها دي طاقات سحر، مش طاقة هو ماشي بيها. اما الشريك فهو زعلان ومتضايق، واما الشريك فهو عنده طاقة حب وهيرجع ليكم تاني، وعندكم بداية وحب جديد. استقبلي الطاقة النهاردة وما فعلي كود روحاني مخصوص. لو وصلتي معايا لحد الفيديو دلوقتي، الكود الروحاني علشان نمنع طاقة الحسد ونمنع طاقة السحر اللي بتخلي الشريك يسيب العلاقة. 5 4 2 3، 5 4 2 3، طاقة وقف
الحسد أو وقف طاقة السحر بينك وبين الشريك، ورجوع الشريك تاني في أقرب وقت، وفتح الطاقة ليكي. ما تنسيش تكتبيلي الكود في التعليقات بعد المتابعة علشان أعرف إن الطاقة دي وصلتلك، واستني مني طاقة تانية وقراية تانية مخصوصة ليكي هقولك فيها ازاي الحبيب هيرجع وامتى بالظبط هيرجع، ونبدأ نفعل مع بعض قانون الجذب للحبيب عشان ترجع الطاقة أحسن ما كانت في الأول.